شلون خاص يقدموا الاستقاله ديالهم نسوة بواحد الواقعه وقعت في مصر اللي ما هي بعيده عنا ولا هي فايتانا بشي كبير، يعني متجاوزانا لا في التقدم ولا في بزاف ديال الحوايج. حنا كاملين كننتموا تقريبا لدول العالم الثالث. وزير العدل المصري سابقا في سنه ما قال واحد الكلام اللي هو جارح في حق ابناء عمال النظافه اللي بغاو يولجوا لمهنه القضاء، وقال ما من حقهمش يدخلوا. وطبعا قدم استقالته لان الراي العام قام ضده ولان السياسيين تما كيحترموا نفسهم، وقدم استقالته. اليوم اللي قالوا السي وهبي اكثر من اللي قالوا وزير العدل المصري. السي وهبي قال على انه ولدو قرا في مونتريال وعنده جوج الشواهد ولا جوج الاجازات وهو عنده الفلوس. يا سيدي الله يزيدك، حنا ما قلنا لك حتى شي مشكل، ما قلنا حتى شي حاجه، سير سيدي الله يعطيك الفلوس. ولكن انت راه قلتيها بفمك، قلتي على انه فمك انت نقبضوا، قلتي على انه هناك سياسيين داخل السياسه بفلوسهم وكيسيروا السياسه من خلال فلوسهم. ايوا اليوم هل لا تسال انت واش ما كتسير السياسه بفلوسك وبمركزك كوزير للعدل وتنجح ولدك وتنجح بزاف ديال الناس؟ لانه اليوم هي اللوائح قدامنا وكنشوفوا فيها مجموعه من الاسماء المتشابهه ومجموعه من الاسماء تنتمي الى هنا والى هناك من السياسيين ومن غير السياسيين ومن منتمين الى حق المحاماه والى حق القضاء والى غيره. اليوم التساؤل غادي نطرحوه عليك السي وهبي هو ابناء الشعب وين من هذا الشيء كله؟ هو 70,000 عباد الله مغربي ومغربيه حاصلين على الاجازه والماستر والدكتوراه اجتازوا هذه المباراه هذه، ما فيهم زعما كاع واحد يعني يقدر يفهم؟ ولا غير اولاد هذو هما اللي كيفهموا؟ وراه مستحيل، لا يمكن، ما يمكنش بالمنطق ديال الاشياء تكون هذه الاسماء كلها جات صدفه، او هذه اللوائح كلها جات صدفه، او هذه المتشابهات اللي الله تبارك وتعالى قال اتقوهم تجي صدفه. ما يمكنش. وما يمكن هاد 70,000 ما يكون فيها النوابغ، ما يمكنش 70,000 هذه اللي تخرجات وحفات ضربة الصباط في الجامعات في كليات الحقوق على امتداد المملكه المغربيه ما فيها لا شاب ولا شابه ينجح ينجحوا غير اولاد هادو. ورانا كهنتي الشباب المغربي، وهنتي الجامعه المغربيه، وهنتي الاساتذه الجامعيين، وهنتي المدرسه العموميه، وهنتي احنا كاملين كشعب مغربي.